حكاية عفريت سرايا عابدين، خرافات وأساطير سمعناها ولسه بنسمعها. بس يا ترى إيه الحكاية دي؟ في قلب القاهرة القديمة تقع سرايا عابدين، تحفة معمارية شاهدة على عظمة زمن مضى، ولكن ورا جدرانها الفخمة تخفي السرايا سر غامض. حكاية عن عفريت يثير الرعب في قلوب اللي يفكر بس يخبط على أبوابها. كان يقال إن العفريت ده سجين في أحد غرف السرايا، مقيد بسحر قديم لا يمكن فكه إلا بدرفة ذهبية نادرة تعرف باسم درفة عابدين. واللي ما يعرفش يعني إيه درفة، هو بيكون خشب طويل تقدر تعمل منه إطار الأبواب، أو حتى تعمل منه ترابيزة كبيرة زي اللي بتبقى في الأفلام القديمة والقصور الملكية. ومن زمان تناقلت الأجيال حكاية الدرفة دي، واتقال إنها تمنح صاحبها قوة خارقة تمكنه من التحكم في الأرواح والأشياء. لكن في لعنة تحيط بالدرفة دي، فأي حد كان بيسعى إنه يلاقيها كان بيلاقي حتفه في ظروف غامضة. وفي يوم من الأيام وصل إلى القاهرة شاب طموح يدعى يوسف. سمع حكاية الدرفة دي من أجداده وامتلكوا شعور ورغبة غريبة في امتلاكها. يوسف ما كانش بيخاف من العفاريت والجن، لأنه كان بيؤمن إنه بذكائه وشجاعته هيمكنوه من فك سحر الدرفة والسيطرة على قوتها. وقرر يوسف فعلا يتسلل في يوم لسرايا عابدين علشان يدخل ويدور على الدرفة دي، وفعلا عمل كده. بس الغريب إن يوسف دخل السرايا وهو مش عارف يدور فين أصلا، بس كان بيقول إن في حاجة جواه بتقوله ادخل بس السرايا وقتها هتلاقيها لوحدك. سرايا عابدين مكان متأمن تأمين شديد لأنه يعتبر مكان أثري. يوسف قدر إنه ينط من على السور الخلفي اللي جنب الجنينة ويستخبى لحد الفجر لحد ما الغفير ينام، ويدخل السرايا من باب الخدم اللي في ظهر البيت. وركز على باب الخدم ده علشان هنحتاجه قريب. دخل يوسف السرايا وسط ظلام شديد، وطبعا ما ينفعش يشغل اي نور علشان ما حدش يمسكه. وفجأة يلاقي زي نور شمعة جاي من الدور التاني، وكأن فعلا حاجة بتدله على مكان الدرفة. يوسف بدأ يطلع السلم لحد ما وصل لمكان الشمعة، ويلاقي صورة على الحيطة مرسومة من سنين وباين عليها عوامل الزمن، وإن عدى عليها فترة كبيرة ومطربة. ويبدأ يوسف إنه يقرب من الصورة، وفجأة يحس إن في نفس جاي من وراه، ويبص وراه ويلاقي راجل غريب واقف قدامه لابس لبس الخدم وباصص له بصة مرعبة. فيسأله يوسف انت مين؟ بس الراجل ما يردش عليه، ويمشي ويخلي يوسف يمشي وراه لحد ما يوصلوا للقبو بتاع البيت اللي هو البدرون بلغتنا الحالية. كل ده الراجل مش بيرد على يوسف. وفجأة يوسف يلاقي شكل المكان اتغير ولا كأنه لسه متنظف. بس ازاي؟ ده كان لسه شايفه مطرب. فيسأل يوسف الراجل ويقول له انت مين وايه اللي بيحصل؟ فيرد عليه ويقول له انت مش اول حد تدخل هنا، واحنا كان ممكن نأذيك من ساعة ما رجلك دخلت هنا، بس الغريب انك ما خفتش وكملت. عايز تعرف سر الدرفة؟ هقولك. وبدأ يحكي له ان مفيش اصلا درفة ذهبية ولا لعنة، ودي مجرد كذبة اخترعها الخدم زمان علشان تبعد الناس عن الأصل، وانهم ماتوا واتدفنوا في الأرض هنا وروحهم محاوطة المكان. ورغم ان يوسف مؤمن بالماورائيات لكنه مصدقش كلامه. وقال له طيب ليه بيتقال ان فيها قوة عظيمة؟ قال له لأن الإنسان بطبعه بيحب القوة والسيطرة، وكل اللي دخل هنا قبلك خرج مجنون وما قدرش يكمل حياته، منه اللي انتحر ومنه اللي قضى حياته كلها مجنون. بس انت ذكائك صور لك انك قدرت تخش المكان وتخدع الغفير. بس احب اقولك ان اساسا مفيش غفير عشان يتخدع. وهنا ادرك يوسف ان الغفير ده كان واحد من الجن، وان هم اللي عملوا عليه اللعبة دي علشان يجيبوه لعندهم. وعلى طول طلع يوسف يجري بره البيت، بس لقى كل الابواب مقفولة ما عدا باب الخدم اللي دخل منه، عشان يجري ويصرخ ويخرج بره البيت وينط من على السور. فيقابله واحد كبير في الشارع ويقول له ايه يا ابني بتجري ليه كده؟ اهدى. فيحكي له ويهدي الراجل ويقول له انت كمان مسلمتش من ألعابهم يا ابني؟ ما فيش درفة ذهبية ولا حتى فضية، دي كلها تخاريف ما تخليش فضولك يوديك لحتة ما تعرفش ترجع منها. وفي النهاية مش كل حاجة لازم يكون عندنا فضول ناحيتها، لأننا ممكن نكون ما ينفعش نتعدى حدودنا أو تفكيرنا نفسه ما يقدرش يستوعبها. وفي النهاية قول لنا، هل أنت مؤمن بالعفاريت ولا مع عفريت اللي بني آدم؟ سلام.